مساء الخير. أهلا بكم في مهرجان حمسة للآداب والفنون في دورته الثانية عشر. هذا المهرجان الذي استطاع على مدار 12 سنة أن يجعل مكانه بين الكبار من المهرجانات، فهو الوحيد في الوطن العربي وليس في مصر فقط الذي يجمع بين الثقافة بفروعها وبين كافة الفنون، وذلك لتفرده والمصداقية التي يتمتع بها في اختياره في كل المسابقات الأدبية والفنية، والتي تتجمد شفافية عالية سواء من خلال لجان تحكيم على أعلى مستوى من الحرفية في كل المجالات الفنية والأدبية، أو من خلال استفتاء جماهيري حقيقي لا تلاعب فيه لأجل شخص معين. واليوم نحتفل بكم ومعكم في دورة نريدها أن تكون أكثر تميزا من كل الدورات الماضية، وسوف تصبح ذلك بكم. والآن دعونا نستمع إلى كلمة رئيس المهرجان الأستاذ الكبير فتحي الحصري. مساء الخير عليكم جميعا، السادة والسيدات، الفنانين والفنانات، الشعراء والشواعر، الشاعرات والشواعر، الأدباء والأدبات، نورتم مهرجان حمسة. أنا ما تعودتش للأسف الشديد أكتب ورقة مرة وأصاب باللخبطة، فبعتمد على الارتجال. برحب بكم النهارده في الدوره ال 12 واللي يعني عايز اقول وصلنا لها بعد عناء شديد جدا 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 جدا، وان شاء الله تكون الدورات الجديده او القادمه اكثر تميزا. برحب بالشعراء والادباء شرفوني من كل الوطن العربي ومن نيجيريا، كمان في من نيجيريا عندنا هنا كمان بروفيسور البروفيسور الخضر، ده استاذ اللغه العربيه واستاذ الحفاظ على اللغه العربيه. منورين جميعا كلكم. الحقيقه انا ما عنديش كلام اقوله اكتر من اللي كنت بقوله كل سنه، اني برحب بيكم واني بحاول ان انا اعمل مهرجان يليق بكم، وبقول لكل الساده الفنانين الموجودين وعملتي اللي بقولها دايما، انا مش جايبكم عشان اكرمكم يا استاذ محمد على الرزق، انا مش جايبكم هنا عشان اكرمكم، احنا جايبينكم هنا عشان نطلع نفسنا بوجودكم معانا. الحقيقه انا سعيد بهذا الجمع، وزي ما قلت لصديقي عزيز الكبير اباظه من شويه، كل ما نقول ان بقى خلاص اخر دوره وهنتعب ومش هنكمل، هو نفس الحاجه برضه اول ما نشوف الناس قدام عينينا نرجع في كلامنا على طول ونبدا نشتغل في الدوره الجديده. حضرنا ده. انا مش هطيل في الكلام لاني للاسف واقف بالعافيه، واخد شويه حقن كده عشان اعرف اقف، فما بطيلش في الكلام واسيبكم مع المهرجان وفقرات المهرجان، واتمنى يوم جميل ان شاء الله وسهره سعيده. اشكركم. ولأن لكل دورة من دورات المهرجان رئيسا شرفيا مبدعا، دعونا نرحب بالأستاذ ورئيس تلك الدورة الفنان الكبير الأستاذ العظيم أستاذي وأستاذ كل الأجيال الفنان أحمد بدير. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين. وعلى قد ان انا اجي اتكرم في عمل عملته واخد عليه جايزه، ده امنيه جميله وحاجه كويسه قوي. انما رئيس شرف مهرجان ده بينبهني ان ده اخر رئيس شرف. كل سنه وانتم طيبين
وسعيد بوجودي في مهرجان همسة الدورة ال 12، وإن شاء الله نشوفكم في الدورة ال 20 وال 30 وال 40، وكل سنة وأنتم طيبين. انزل ولا استنى؟ استاذ احمد بيسال انزل ولا استنى؟ هو فنان كبير ارتبط اسمه بروائع الدراما التلفزيونيه والاذاعيه والمسرحيه، وانه من الشرف الكبير ان تحمل تلك الدوره اسم الفنان القدير الاستاذ عبد الرحمن ابو زهره. المرضية عملت كده وصاها يقول السنة التانية أعمل تاني وأنا بترعش من الخوف. جيت وأتقابل أحكي على كل شيء وأشوف مين اللي أقدر أساعده. مفيش حلاوة من غير نار يا ابني. اصبر بكرة ربنا يكرمك آخر كرم. أنا نار مش كل عمره بالخواتيم يا زناتي. ساعة الروقان بعد الخصام هتقول اللي حصل لنا واللي شفنا تبقى سلام. اوعى تبص لوراك، مهما حصل بص قدامك على طول. كنا نتمنى ان هو يكون موجود في وسطنا. سوري احنا اسفين. كنا نتمنى ان هو يكون موجود في وسطنا ويستلم الجائزه بتاعته بنفسه، بس للاسف هو تعبان، واللي هيستلم الجائزه الفنان مفيد عاشور. موجود؟ هو كده كده شغال تمام. مش كمان كنت طالب فيهم بره على الكلام. دلوقتي هنبدا تكريم الرعاة. جائزة تقديرية وشكر وتقدير لشركة عقار مصر لصاحبها المهندس أحمد سالم لمساندته الدائمة للمهرجان. جائزة تقديرية لعبقري تركيبات الشعر في مصر والعالم الأستاذ مختار إسماعيل. جائزة تقديرية للإعلامية نور الجرحي لما قدمته السنوات الماضية في تغطيات مهرجان وقناة همسة. جائزة تقديرية للأستاذة وفاء حامد الملقبة بسفيرة القلوب حياة الروح والباحثة في علم الطاقة والمشهد الفلكي وعلم الأبراج. انت واقف لي بعيد. شكر وتقدير لشركة ماسا ايجيبت للحراسات دكتورة أسماء البطريق.
تقدير جائزة التميز شركة زين للديكور لتصميمهم ديكور المهرجان والريد كاربت المبهر. ممكن بقى تاخد الزاويه اللي هناك دي. انا هتحرك هنا وبعدين جائزة أفضل طبيب تجميل أسنان الموهوب وسليل عائلة الموهوبين دكتور محمود هاني لاشين. جائزة العمل الخيري مؤسسة صاحبة السعادة الخيرية لا مكتوب السعادة صاحبة السعادة الخيرية لعلاج مرضى سرطان وصاحبتها الأستاذة نهلة الهواري. دكتور محمد يسري جائزة تقديرية لمسؤول الميديا وإدراك شاشة المهرجان بسام عبد النبي. جائزة التميز لسفيرة السلام العالمي في فلسطين الإعلامية نيدا موجودة؟ أول جائزة أفضل مدير مهرجان للموضة الفنان أحمد العزبي. لسه ما جاش. جائزة أفضل مخرج كليبات لعام 2024 المخرجة رويدة ودينا خاتون. جائزة تشجيعية. جائزة تشجيعية للمطرب جائزة تشجيعية للمطرب سمسم شهاب لعودته للغناء مع عريض كاربت استنى يا باشا ماشي بالراحه ماشي يا والله. صاحبي، انت بتعملنا ان احنا اوفيس مثلا. لا يا عم لا فوق دي. طب ماشي يا صاحبي، ما كلها بتخرج مش هتكلم خلاص يا صاحبي. لا
والآن تكريم الشعراء والأدباء. نبدأ بمدير مكاتب المجلة في الوطن العربي وخارجه. الكاتبة والشاعرة دكتورة هويدا نصير، مدير مكتب لندن ونائب رئيس المهرجان. مشكلتك يا قلبي؟ مشكلة الناس اللي جنبها دي كمان جائزة تشجيعية للمطرب سيبس. سدد كاميراتها ولا تاني؟ لا دي انا بقول لهم لو هيبقى من الباب التاني افضل من الجنب التاني الكاميرات ديت عشان هم متضايقين ان انا بكلمهم. قدام المصور الكاتبة فاطمة الحسينية مدير مكتب المهرجان في سلطنة عمان. انا ما اعرفش من الحاجه. لا لا لو ما تقدرش ما بقاش موجود. الدنيا كتير قوي. يعني ليه يعني انت بتنور الدنيا. انا ما عادش في القصه اللي جابني هنا. تفضل الفنان احمد هديه تسليم جوائز المدرات الشعراء. خلاص انا جديد ليه؟ ما فيش حد اه طيب المفروض ما فيش. مفيش انا زي ما انا قعدت في المكان مش بتاعه. الشاعرة آمنة المياح مدير مكتب المهرجان في العراق. الشاعر الكبير جليل البيضاني من العراق. الشاعر الكبير عصام بدر من مصر، لجنة تحقيق شعر الفصحى. الشاعر الكبير فايز أبو جيش من سوريا، لجنة شعر الفصحى. الشاعر محمد عبد الهادي، لجنة تحكيم الشعر العامية. الشاعرة دكتورة رشا الفوال، لجنة تحكيم شعر العامية. الشاعر الطبيب دكتور محمد عباس، لجنة تحكيم شعر العامية. الكاتبة وفاء العمدة، لجنة تحكيم القصة القصيرة والرواية.
وجه هاني مباشر عضو لجنة القصة القصيرة والرواية. والآن أسماء الفائزين في المسابقات الشعرية والأدبية. الشاعرة علا، المركز الثالث في الشعر العامي، علا فيلا. الشاعرة بكينام حمزة، المركز الثاني. الشاعر محمود زناتي، المركز الأول في الشعر العامية. موجود؟ الشاعرة أماني العطار، المركز الأول في الشعر العامية. والآن القصة القصيرة. أماني العطار موجودة؟ مش موجودة. الكاتب أحمد محمد الطيب إسماعيل، مصر، المركز الثالث في القصة القصيرة. الكاتبة فاطمة شعبان، مصر، المركز الثاني في القصة القصيرة. الكاتبة أمل جندي، مصر، المركز الأول في القصة القصيرة. الكاتبة أمل جندي، مصر، المركز الأول في القصة. جائزة أصغر كاتبة، الكاتبة الشابة حنين عمر. والآن الرواية. الكاتب يوسف القاضي، مصر، المركز الثاني في الرواية. ده طبعا ده طبعا. الكاتبة أسماء اليماني، مصر، المركز الأول في الرواية. الكاتبة تكريم خاص للكاتب ابن وزارة البترول مصطفى السبع عن رواية ليلة ممطرة.
موجود؟ جائزة أفضل كتاب صدر عن دار همسة للكاتب عبد الحميد التهامي. تكريم خاص جائزة الإبداع للكاتبة الفلسطينية الأردنية عائشة عزازي. درع الجدارة والامتياز للدكتور الخضر عبد الباقي من نيجيريا بنشاطه الكبير في الحفاظ على اللغة العربية. والآن النص النثري. الشاعر رياض محمد علي العراقي، المركز الثالث النص النثري. الشاعر أيمن عبد الحق السعودية، المركز الثالث النص النثري. عبد السلام وبعد ما مشي شعر التكلم. الشاعر عبد الفتاح أحمد محمد مصر، المركز الثالث. الشاعرة إيمان مشناق مصر، المركز الثاني. الشاعر أحمد عبد الشاعر أحمد عبد القادر خير مصر، المركز الأول. قد باشمهندس في الكاميرا. والآن الشاعر العمودي. الشاعر محمد أحمد طاهي مصر، المركز الثالث. الشاعر محمد أبو الرجال مصر، المركز الثالث. الشاعر رمضان عبد الحميد زيدان مصر، المركز الثاني. الشاعر رافق الوقفي الجزائر، المركز الأول.
يا محمود.
إدارة المهرجان بتكرمك على وجودك معانا في المهرجان وصوتك الجميل ده. راكب، انا راكب على طول. والآن جائزة تقديرية للإعلامية. خلي برضه بص تكريم باسم معلم السينما المصرية الفنان الكبير الراحل محمد رضا، ويتسلمها نجم المهندس أحمد محمد رضا.
مش هنشكره يا سعد. تكريم مدير التصوير الكبير محمد نصر خليل على مشوار حافل بالعطاء. لا هيتهيأ عليه داتا فاهمني؟ يعني ما فيهاش حل يعني؟ خدت نمر مع الشيخ ولا مع محمد ولا الصبح اهو انا اهو كل وقت انت نمر تكريم المخرج الاسترالي عمار بركات اول مستشار عربي في السينما المصريه عن فيلم سيف هيربر. والان لجنه تتسلمها عنه الاخت نورهان مطر. قال لك ايه؟ بلاش الجوزاء والنبى الله يخليك. على فكره الشخص حلو لا يا حبيبتي قلتي عليه الشهر ده مش لا حلو. والآن الفن بقى وأهله. يلا بقى. ونبدأ بتكريم الذين يستحقون التكريم سواء ممن رحلوا عن حياتنا أو ممن لا يزالوا على قيد الحياة. مهرجان خمسة طوال دوراتها الماضية تعود على تكريم النجوم في شتى المجالات ممن سقطوا سهوا من الذاكرة الفنية وهم يستحقون كل التكريم. ولكن قبل أن نبدأ دعونا نكرم مطرب عربي عشق مصر وأهلها ووضع الأغنيات العديدة التي تتغنى بهم أعمالهم. المطرب الإماراتي الكبير خالد السعدي الذي سنقدم له أغنية بصوته عن سندريلا الشاشة سعاد حسني. Yeah.
وفاء عامر مش ساكت اهو. المرة الجاية بقى تعمل لنا وفاء عامر ها؟ هذا العام كان مليئا بالنشاط الفني المتميز، وكانت هناك جوائز اختارتها لجنة التحكيم وأخرى من خلال استفتاء جماهير الجمهور على موقع المهرجان، والتي لم تختلف كثيرا عن اختيارات النقاش إلا في القليل جدا حصلت هذا الفنان. أنا آسفة مضطرة أقدم حد لأن غصب عنها هي لازم تمشي، وهرجع تاني للترتيب. والآن مع لجنة تحكيم الدراما العربية برئاسة المخرج الكبير الأستاذ أحمد صقر. الفنان الكبير طارق الدسوقي. المخرج المسرحي الكبير أستاذ حسام الدين صلاح. الفنانة المتألقة دوما ميرنا وليد. الإعلامي سمير فقيه. الناقد عماد يسري. والآن جائزة أحسن. تفضل حبيبتي الأستاذة الدكتورة وليد صالح تستمر معها، وهستأذن نقرر نجيب من الآخر عشان خاطر الناس ما تمشي. الناس دي مش عارفين والله قلت لهم للصوت بيقول لي انا عايز يتفكر في الكاميرا. ممثلة دراما اجتماعية وأجدع ممثلة الفنانة الكبيرة وفاء عامر. عن حق وعرض ودار لجنة التحكيم والجمهور.
أفضل مدير تصوير الفنان حسين عصر عن مسلسل الحشاشين. أفضل مهندس ديكور الأستاذ أحمد فايز عن جودر والحشاشين. أفضل موسيقى تصويرية الموسيقار شادي مؤنس عن جودر والحشاشين. أفضل مطرب تتر غنائي الأستاذ عبد الباسط حمودة مسلسل المعلم. هضطر نتكلم الكابتن احمد شوقي دلوقتي عشان خاطر عنده كتاب ابن كابتن محمد يوسف. كابتن احمد شوقي الذي اثار الجدل وجائزه افضل اعلامي رياضي. اين هو؟ مشي؟ الفنان محمد محمود يستلمها بداله. أحسن كاتب وسيناريست الكاتب أنور عبد المغيث عن مسلسل جودر. أحسن مخرج دراما شعبية واجتماعية المخرج إسلام خيري عن مسلسل جودر. أحسن مخرج مسرح هتستلمه الأستاذة وفاء علي. أحسن مسلسل يا أستاذة هذا باشمهندس. أحسن مخرج مسرحي لهذا العام المخرج أحمد البوهي عن عرض شاملين. والآن جوائز التميز والإبداع.
الفنانة صفاء جلال جائزة الإبداع والتميز عن دورها في سير العقارب وفرط رحم. الفنانة الجميلة نشوى مصطفى جائزة الإبداع والتميز عن دورها الفنانة الجميلة نشوى مصطفى جائزة الإبداع والتميز عن دورها جائزة الإبداع والتميز عن دوره في المعلم. ايوه انا اشوى جمهور احلى واحده فيهم. جائزة الإبداع والتميز باشا باشا اقعد عن بعد دوره في اذنك. المعلم. جمهور ورئاسته للدورة 12 من المهرجان أستاذي وأستاذ الأجيال الأستاذ الفنان أحمد بدير. مش مهم. خمس السلطانيتين جزيرة بعد ما كلموا مش الانجليزي اللي هيرجعونا حقا يبقى بينك وبين ولاد اخوك. صدر الطول اللي ينظر عليا. سلامتك يا سعاد. اسكتي مش انا عندك فين السلسيس. كلنا سمعنا الكلام اليومين اللي فاتوا ان تقف بنت الحاج عرب وابراهيم اللي اتقال عليهم كلام ملوش اي اساس من الصحه والحاضر يعني الغايب وانما هي السلام جائزة الإبداع والتميز عن دوره في أعلى نسبة مشاهدة الأستاذ الكبير محمد محمود لجنة تحكيم. جائزة التميز عن مجمل أعمالها وتقديمها لحفل المهرجان الفنانة الجميلة ندى برد. مش تقول انت عشان اقدمك. الفنانة الجميلة ندى بهجت اكتشافي وتلمستي والنجمة الجميلة اللي شفنا لها أعمال رائعة السنة. تكريم تلمستي والفنانة الجميلة ندى بهجت أحدث اكتشافاتي اللي أنا سعيد بيها جدا. اتشرفت جدا بحضرتك. شكر وتقدير للمخرج الكبير أحمد صالح الكناني لإخراجه المتميز لحفل المهرجان. والآن جوائز التمثيل.
يا اساتذه اللي واقفين بعد اذنكم يا جماعه اللي واقفين بعد اذنكم اقعدوا يا اساتذه اللي واقفين بعد احسن اذنكم اقعدوا. ممثل دور تاني دراما اجتماعيه عن دوره في حق عرب وجودر تصويت جمهور الفنان وليد فواز. يا استاذ اقعد يا استاذ. احسن ممثل دور تاني دراما اجتماعيه عن دوره في بيت الرفاعي تصويت جمهور الفنان الجميل احمد رزق. افضل ممثل شاب عن دوره سمعت يا استاذ عشان بس الصوت بس الكاميرا بتاعت النار دي. افضل ممثل شاب عن دوره في محارب لجنه تحكيم الفنان محمود عمرو ياسين. احسن ممثل شاب عن دوره في تل الراكب جمهور الفنان سعيد سلامه. موجود؟ جماعه ممكن تطلع بره الاول. احسن ممثله دور تاني دراما اجتماعيه عن دورها في صله رحم لجنه تحكيم هبه عبد الغني. تكمل اللي انت عايزه. احسن ممثله دراما كوميديه عن دورها في اشغال شقه تحكيم الفنانه الكبيره انتصار. افضل ممثله أفضل ممثلة كوميدي عن دورها في إمبراطورية مين؟ الفنانة إيمان السيد. تستلمها الفنانة نشوى مصطفى. أحسن ممثل دراما اجتماعية عن دوره في صلة رحم الفنان إياد نصار. كلهم فضلوا يروحوا مهرجان تاني جنبينا هنا معمول في الركن اللي ورانا. أحسن ممثلة شابة خارج السباق الرمضاني عن دورها في قدوة منسية الفنانة ندى فقير. أفضل ممثلة شابة عن دورها في أعلى نسبة مشاهدة الفنانة دينا السواح. أحسن ممثلة شابة يا باشا نجيبه بس تيجي تتكرر. طب ما تيجي تتكرر. لا أحسن ممثلة شابة عن دورها في العتاولة الفنانة زينب العبد. طيب
بيسلموا عليهم كلهم هناك. أحسن ممثل دراما كوميدية عن دوره في العتاولة الفنية الجميل مصطفى أبو سريع. جوائز أسرة المهرجان شكر وتقديم للإعلامية دكتورة جازية الدليمي عن مجهودها في تغطية فعاليات المهرجان. موجودة؟ يا أستاذ أحمد صقر لازم أتصور مع حضرتك في اللجنة البداية، ما ينفعش لا، كيف أتصور؟ تكريم عبد الوهاب كرم المؤسس والرئيس التنفيذي للأفرو آسيوية للطيران. شكر وتقدير الشاعر راسم محمد مسؤول مراسم ضيوف المهرجان. شكر وتقدير الشاعر عزة عيسى مدير ندوات المهرجان همسة. شكر وتقدير الإعلامية دعاء مجدي عضو المركز الإعلامي للمهرجان. شكر وتقدير للإعلامي محمد علي عضو المركز الإعلامي للمهرجان. الأستاذة دعاء مجدي. الإعلامي محمد علي. شكر وتقدير للإعلامي أحمد حمدي رئيس المركز الإعلامي للمهرجان. أيوة يا أبو حميد، أيوة يا حبيبي. صيته عشان صاحبه. شكر وتقدير للأستاذة بولين وليد على مساهمتها في نجاح المهرجان. يا باشمهندس، يا باشمهندس، يا باشمهندس. أستاذة بولين. نرجو أن تكونوا اتبسطتوا معانا في مهرجان همسة. مع السلامة. بس كده خلاص؟ يا فنان الشهر يا مختار، يلي ندهنا عليك 4 مرات ومش موجود. طب نعمل ايه طيب؟ هو فين؟
فين مختار؟ يا جماعه يرضي ربنا. الناس اللي بتيجي اخر الدنيا واخر الوقت فنان انتصار. فين هي فنان انتصار؟ اهي يا استاذ فتحي.